بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما دقش الحلويات. حلوة الأيام في عينيا علشان خلفت بنية، ولا شفت الأرض اتهدت ولا ملت الحيط عليا. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما. ماما يا ماما، الحقي اللبن فار على البوتاجاز وغرق الدنيا، هعمل ايه دلوقتي؟ كده يا ماجي، مش قلتلك خدي بالك من اللبن؟ خلاص معلش، يلا هعلمك ازاي تغسلي البوتاجاز بعجينة ممتازة. عملتها بحاجات بسيطة موجودة في البيت ومش هتكلفنا خالص. يلا بينا يا ماما، انا شفتك على فكرة وانتي بتخزني قشر الليمون في الفريزر، يبقى اكيد كده عجينة الليمون السحرية، صح كده؟ فعلا صح يا ماجي، هقولك على الخطوات. اول حاجة هنجيب قشر الليمون اللي كان عندنا في الفريزر، ولو كان عندك كمان قشر برتقان او يوسفي ينفع برضو. هنحطه في حلة فيها مية على النار وعليها معلقتين كبار من ملح الليمون، ونسيبهم يغلوا جامد لحد ما حرفيا يتهروا بالظبط كده. نحطهم في الخلاط او لو عندك هاند بلندر نضربهم، بس اهم حاجة ينضربوا كويس لحد القوام ما يبقى سايل وناعم جدا. ينفع يا ماما نضف بيها الحوض والارضيات والمواعين والحمام وكل حاجة؟ طبعا يا ماجي ينفع، كنت لسه هقولك على الاستخدامات، بس بعد كده حبيبتي بنحط كربوناتو او بيكنج صودا من 3 أو 4 معالق. وبعد كده يا ماما خلاص احطهم بقى في برطمانات، وبعدين احط واحدة في التلاجة علشان استخدمها، وباقي البرطمانات في الفريزر عشان طبعا ما تبص، صح كده؟ كلامك مظبوط، بس لسه في حاجة ما ضفناهاش، لازم اضيف الخل. واول ما اضيف الخل هشوف فيه فوران، بس ما تقلقيش عادي، وهفضل احط في الخل لحد ما احصل على القوام المناسب اللي انا عايزاه بالشكل ده. يا سلام عليك يا ماما وعلى وصفاتك، جربوها كلكم يا بنات هتدعولنا. يلا اشوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامج امهات بكرة.